وأصله في بقى وفي فنى وفي بقى ثاني. البقى الأولاني ده غفلة، الإنسان ساكت الغافل عن السلوك وغافل عن الله، قد يكون بيصلي أوقاته وقد يكون غافل حتى عن صلواته، ما يعمل فرق عندهم، لكنه مو سالك، على حالة كأنه أصم. بعدين يدخل في الرياضة، لما يوخذ بالرياضة ولقدام لقدام لقدام كأنما بيتعلق بالغيب، يتعلق بالله، ويكون شوية 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 يوخذ فكره عن الناس اللي حوله وعن نفسه. هذه المرحلة دي سميت مرحلة فنى. أفنى الوجود الخارجي، الناس وغيره، قد يمشي عريان بين الناس وقد يعمل أي حاجة ويجري زي المولع كأنه مجنون، ما شعر بالناس ولا شعر بنفسه، متعلق بمعنى واحد هاي به، وده يسموه فاني، وده عندهم زي السكران. هذا ما هو صاحب شريعة. دي تحصل لناس فترة طويلة وتحصل لناس أوقات معينة ويرجعوا منها. تحصل لناس فترة طويلة وتحصل لناس أوقات معينة ويرجعوا منها. وقتها اللي تكون معاه ما عنده شريعة محفوظة، ما بصلي صلواته ولا هو محاسب بها، مو مؤاخذ بها. بعدين لما نرجع لبقاه في الفترات الزي دي، واحدين يقضوا، واحد ياخذ زمن 3-4 سنين. هذه الحالة الفناء، ما عنده شريعة لكن هايم بها الله. واحدين يكونوا فيه يا من ده محفوظين مع الله، المشارب فيها مختلفة. واحدين يكون هايم ومجذوب لما نيجي الوقت يصحى. واحدين ياخذوا الأيام 3 و4 يغيبوا وبعدين يرجعوا. واحدين ياخذوا 3-4 سنين، بيرجع بعد 3-4 يوم تاني، بعد 5-6 يوم تاني تاخذ الجذبة. واحدين ياخذوا 3-4 سنين ويرجعوا. الكامل هو اللي بيرجع لشريعة تاني بعد ما سنة، دي اسمه البقى الثاني. بين البقاين في الفناء. البقى الثاني بقى معرفة وكمال وترشيد، ويبقى صاحب حقيقة وشريعة. البقى الأولاني صاحب شريعة ساكت ما معه حقيقة. الفناء فاني عن الشريعة باقي مع الحقيقة. وزي ما قلت لك ده بيسموهم حالة سكر. الفناء في الحقيقة عندهم البقاء، الفناء عندهم البقاء، لكن جايز الزول اللي قال القصيدة دي ما محقق في الموضوع. الفناء البقاء، هاي البقاء الأخير يفنى عن فناه، يبقى زي كأنه عولج زي يقولوا السكران كان أصبحت بيت معاه ويدوه كاس في الصباح يصحى. الحكاية دي ما مسموعة الحين. كان أصبحت بيت معاه، أو يقول أبو نواس يقول وداوني بالتي كانت هي الداو. فده هي دفن الفناء، يبقى بقى. وبعدين هم في السكر ما مؤاخذين، ولا تلوم السكران في حال سكري، لقد رفع التكليف في سكر عنا. وبعدين الحالة دي كل الكبار مروا بها. وفي حالة نبينا كانت نوع من الوله، ظنوه به مجنون. لما جاءت نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك مجنون، جاءت رد عليه ونون، لأنهم طبعا قالوا عنه مجنون. شافوا صفات الوله والهيام، التعلق بالمعاني الكبيرة تظهر على الواحد بصورة ظاهرة. هذا الفناء. الفناء دحين النابلسي ما عنده بيت زي ده الكرومة.
أيوة. ما هكذا شرط الهوى إن يرد فرد فلا ألفنا. أي يا حسن، فنا ألفنا. ما هكذا شرط الهوى إن يرد فرد. شرط الهوى يعني أن تريد ما يريد المحبوب. ما هكذا شرط الهوى إن يرد فرد فنا ألفنا. فدونك شرطي إن أردت شريعتي فإني مدى عمري إلى الحب سائر. فنا ألفنا. فنا ألفنا بقى يعني زي اللي يقول يعني فنا ألفنا. حسن عبد الحفيظ تتذكر بيه زي ما هكذا شرط الهوى إن يرد فرد فنا ألفنا. في كلمة كده يقول الذي أنت ذاكره، كأنه يقول يعني معايشة اللي بتذكره ده فنا والفنا. لكن الكلمة الشعرية واردة بصورة ما هكذا شرط الهوى إن يرد فرد فنا الفنا. كان يقول كون الذي أنت ذاكره. فنا الفنا مش ذكر، حياة أكبر من العلم.